شخصي أنا يمكن عرفت الفريق ضاحي بعد وتابعته بكثرة بعد قصة المبحوح، القصة الأشهر والاسم التي جعلت الفريق ضاحي خلفان ينتقل من المحلية مش إلى الإقليمية فقط بل إلى العالمية بعد هذه القضية. لكن أريد أن أكون معك صريح وأتمنى أن صدرك يتسع لأسئلتي. العملية التي قبض فيها على المبحوح، نعم؟ العملية التي قبض فيها على المبحوح يقال أنه ما فيها نجاح، لأنه ما فيها نجاح لأنه قتل، يعني لم تحافظوا على سلامته، وفي النهاية لم تقبضوا على الهاربين واكتفيتوا بأنه عرفتموهم فقط. تعليقك؟ أولا جريمة المخابرات، نعم، لما تكون في مخابرات ترتكبها تحاول أن تطمس كل آثار الجريمة. نعم، شايف كيف؟ وأهمها أن لا يعرف مرتكب الجريمة، صح ولا؟ نعم. وأنتم استطعتوا أنكم تتعرفوا على، نحن يعني كل العناصر التي شاركت في الجريمة كشفنا إيش؟ كشفناها. أولا هذه المجموعة التي أتت قبل 5 ساعات من وصول المبحوح، من علمهم أن من سوريا سوف يأتي إيش؟ إلى الإمارات. ففي أكيد حد سرب الخبر من سوريا للجماعة وأعطاهم صورة إيش؟ المبحوح. نعم. صورة المبحوح لم تكن معروفة من قبل. محطة تلفزيونية لا أريد أن أسميها عملت مقابلة لإيش؟ للمبحوح. فأجراها ملثما. اشتكى مقدم البرنامج بأن المقابلة تمت مع المبحوح ملثما. قيادة إيش؟ قيادته طلبت من المبحوح أن يعيد التصوير كاشف وجهه، كاشف الوجه. فإذا صورته أصبحت إيش؟ عندهم معروفة. طيب لما أراد أن يأتي إلى دبي ومنها يعني اليوم الثاني قادر إلى الصين، من أخبر من سوريا أن هذا المبحوح هو الذي إيش؟ أقلع، يعني سيقلع على الطائرة، لأنهم يوم قبله. فإذا إحنا للأمانة ما كنا نعرف المبحوح، لأن لم يكتب في جوازه المبحوح ولم يطلب منا بأن هذا قائدا. يعني لم يطلب منكم أنه أنتم تحافظوا على سلامة المبحوح. خالد مشعل لما جاء قيادته أمنته، قالوا لنا أمنوا حراسته، حرسناه. نعم. لماذا لما مر هذا علينا لم نبلغ بأنه هو إيش؟ المبحوح مهم، وأن هذا مبحوح، وأن هذا قد يقع عليه شيء من الاغتيال حتى نحن نعمل للحماية. مع الأسف الشديد يعني البعض يتهم بس يعني بطال عطال. على أي حال أنا أريد أن أسألك سؤال. كشفنا المجموعة، لكن متى كان هناك الانتربول يصدر مذكرات إلقاء قبض حمراء دولية على جنود إسرائيليين؟ لم يحرز هذه النتيجة إلا شرطة دبي. كل مرة كنا نعطيهم مجموعة، 3 دفعات أعطيناهم، كل مرة كنا نعطيهم مجموعة يجتمعون في الانتربول الدولي ساعة ونص، يقررون أن هل هذا الطلب قانوني وأن الأدلة كافية للتعميم عليه على الإسرائيليين، وكانوا إيش يقررون أن شرطة دبي لها الحق في الملاحقة. اليوم صورهم موجودة في جميع أنحاء العالم. ألقي القبض على 3. وين ألقي القبض عليهم؟ نعم؟ وين ألقي القبض عليهم؟ ألقي القبض على 1 في ألمانيا، وفي بلغاريا 1، ويعني 1 ألقي عليه القبض عندنا، وواحد قبل شهر قالوا لنا أن يعني يقبع في مدينة هارب يعني في الخارج، وأن أراد أن يشتري يختا، وحينما اكتشف بأن هذا الاسم فيه اشتباه من الانتربول، المصنع خاطب الانتربول فقيل له أن نعم هذا هو الشخص المطلوب لشرطة دبي. رفض المصنع بيع ايش؟ بيعه اليخت الذي كان يريد أن يشتريه. أبغى أقول احنا يعني تعتبروا هذا إنجاز، لكن خليني أدخل لنقطة أهم. يعني اليوم إذا هرب أي واحد، بن لادن أخ عبد الله فرد واحد، العالم كله اجتماع يلاحقه بما فيها أمريكا وأوروبا كلها، وظلوا يعني يجرون وراء سنوات، 10 سنوات أو يزيد. يعني تعتبروا هذا إنجاز أمني بحد ذاته؟ أنا يعني في المعايير في المعايير الأمنية تعتبره إنجاز أمني.
هناك اتهامات قاسية اتهمتك وفيها تقارير موجودة أنه تورط الفريق ضاحي خلفان يعني التواطؤ مع الموساد ومع CIA في قتل المبحوح ومع محمد دحلان، وهذه تقارير يمكن اطلعت على جزء منها. أخ عبد الله، يعني اليمين على من أنكر والبينة على من ادعى. اللي ادعوا أنا أستطيع أن أقيم عليهم دعوة، ويعني اللي كتب أول من كتب سأقاضيه يوما ما. من هو أول من كتب؟ أنا والله ما يعني، لكن أظني واحد من عنده صحيفة إلكترونية وكذا كتب هذا الكلام. بس على أي حال اليمين على من أنكر، أنت تنكر. على أي حال هذه يعني هذه مجموعة تريد أن تشوه سمعة الضاحي. أنا بقول لك شيء واحد، اليوم احنا في شهر رمضان، أقسم بالله العظيم أنني لم أكن أعلم بأن هذا المبحوح وأني جاي، وأني يعني لم تكن لي مشاركة إلا في كشف الجريمة وكشف تفاصيلها. فهذيل الجماعة مع الأسف يعني أولا ليش يشوهون صورة؟ بقول شيء واحد، شوف نحن نخشى الله سبحانه وتعالى، وثانيا والله اسمعوا يعني، ونحن نقول لك والله لو أنا لي تورط أني ما أقسم هذا القسم العظيم. ولكن هذيل مع الأسف الشديد الأخوان كمجموعة حينما يعني تنزل خبر بأنني مشارك في قتل المبحوح، يعني تؤكد لي أنهم جماعة يعني حينما تخاصم تفجر. طرد فلسطينيين من الإمارات إلى غزة، حدث هذا لأنهم منتمين إلى حماس؟ ما طردنا والله. وقال لو طردت سوريين ما طردنا أخ عبد الله، وأقسمت بالله ما طردت. أنا مسؤول الأمن في دبي، وأكيد يعني ما طردت والله. ولو طردنا، شوف، ولو طردنا لنا حق، وبقول لك ولا أخاف من حد ولا نخشى، لكن ما طردت واحد ولا نخشى لومة لائم والله. أنا أكلمكم ضاحي خلفان من دبي قالوا أن طردنا جماعة اللي عند السفارة السورية. قسما بالله العظيم ما سفر واحد من عندي أنا إطلاقا، ولا بأمري، ولا طلع ولا واحد. ما دامك تحدثت عن السفارة السورية، خلينا نستعرض هذه الصورة وأفتح معك هذا الملف. أعطونا الصورة الثالثة. الصورة الثالثة معالي الفريق، هذه صورة الشيخ يوسف القرضاوي. الشيخ يوسف القرضاوي هو يمكن من أول الناس اللي تكلموا على هذه القضية تحديدا، في قضية طرد السفراء، وتكلم على دبي، ثم رددت عليه وهددته بإصدار مذكرة اعتقال. وقد تكون حدثت أزمة. أنا أسألك، هل حدثت أزمة بين الإمارات وقطر بخصوص هذا الموضوع؟ لا. مذكرة اعتقال، يعني أنا أريد تحدثني يعني عن هذا الموضوع، قضية مذكرة الاعتقال. يعني أولا لا يجوز كان للشيخ أن يتحدث بهذا الأسلوب ويهدد بأن الأسبوع القادم سوف يعتلي منبر الجمعة أو من خلال الجزيرة، وسيتحدث ويؤلب العالم الإسلامي على حكومة الإمارات أن والله سحبت جوازات 6 مواطنين. يا أخي أنت شو دخلك؟ احنا نسحب أو نعطي نمنح. طيب أنت عندك خلاف يعني مع زوجتك وعندها جنسية قطرية وهي جزائرية، وهددتها كما كانت تدعي بأنها تسحب جوازها وهي وحدة. فنحن يعني إذا حدث عندنا إشكالية بغينا نسحب جوازات يعني جماعة أو هو يتكلم بحكم أنه عالم أمة، والعالم الإسلامي رئيس اتحاد علماء المسلمين. من فوضه هو شو دخله؟ هو رئيس اتحاد علماء المسلمين، فيتكلم عن مشاكل المسلمين في كل بلد. يعني ندري سافروا له جماعة، يعني قضية تواصل الأخوان وياه، نحن نتابعهم. هي عملية شايف كيف كلها يعني تكالبوا علينا وتواصلوا، ونحن نتابع الخطوط ونتابع الأسفار ونتابع اللقاءات. يعني نحن مو بعميان يا أخي، أجهزة ونشوفهم يعني. بالتالي يعني حينما قلت كنت أعني، فقالوا لي يعني بتجيب تلقي عليها القبض، شو بتقول؟ بتحطها في السجن؟ قلت لا، بقول اتق الله يا شيخ، ما هكذا الرجل في مكانك، مش هكذا ينصح. النصيحة مو هكذا يا شيخ. كان بإمكانك تنصح بأسلوب لا في توبيخ ولا في يعني أنت معترض على شكل النصيحة يعني. هذه النصيحة، لأنه هو أعتقد هكذا ينصح الشيخ، هكذا ينصح الشيخ.
ينصح حاكم؟ يعني هذا نحن اذا الشيخ يعني علاقته في محمد بن راشد، الشيخ محمد بن راشد هذه على بقول لك اذا ما يعرف هو كيف يتعامل وينقل النصيحه باسلوب يعني حسن زين، هاي مشكله طامه كبرى. لا، لاني انا اعرف من مثلا الشيخ محمد بن راشد وهذا الصوره معه انه يعني عنده علاقات مع علماء العالم الاسلامي ويتقبلون النصيحه. عندنا في الجائزه مجموعه كانوا من الاخوان. شايف كيف؟ تعاطوا مع الشيخ وقدروه وسووا له جائزه وقالوا وخذوا المشروع الى الحكومه والشيوخ اعطوا الجائزه يعني هو اخذ الجائزه بمؤامره من الاخوان. تبغى الصراحه؟ ايه حسب علمي انا وحسب علم الامني الجهاز الامني، نعم في مجموعه من الاخوان هيئوا الجائزه لكي تكون له. يعني الاخوان طيب يعني اذا ارادوا ان يعطوك جائزه اعطوك جائزه. طيب شوف معنا صوره. لكن يا عبد الله، البلد الذي يكرمك ما تقول له شكرا؟ النصيحة ما تعتبر نوع من أنواع النصح؟ يعني الصديق ينصح لك. عبد الله في ذمك، هل الشيخ بمقامه هو يعني قرضاوي ينصح بهذه الطريقة؟ يعني لا تتقبلون الناصحين؟ يستهزئ لا بأسلوب استهزاء وسخرية. أنكم أنتم يعني ما تحترمون مواطنينكم. هل يجوز أن يشهر بنا ويتحدث بنا بهذه الطريقة؟ كان بإمكانه يشيل التليفون. طيب يعني لو قلنا أنه أخطأ تعتقلونه يعني؟ لا نحن بنعتقله، بس بنقول كنت هكذا أقول. لو اعتقل والقي عليه القبض بقول يا شيخ اتق الله، يوم عندك نصيحه ارفع التليفون على حد من الشيوخ وتكلم وياه وقول نصيحتك جزاك الله خير. هو ممنوع من دخول الامارات ولا مش ممنوع؟ ممنوع نعم، ولا يجينا بعد. كيف؟ لا يجينا. طيب معي صوره رابعه استاذنك في عرضها، نشوف الصوره الرابعه. هذه الصوره مع الفريق هي صورة فخامة الرئيس المصري محمد مرسي. طبعا هناك كلام أنت تكلمت فيه كثير في تغريدات، وصارت ضجة كبيرة من المصريين بشكل عام ومن الإخوان المسلمين بشكل خاص. أنت قلت أنه اختيار مرسي غير موفق ولن أتقاعد إلا إذا سار مرسي إلى القدس محررا. اليوم اختار الإخوان رئيسا لا صلاحية له. القدس أنت قلت اليوم اختار الإخوان رئيسا لا صلاحية له. يعني ممكن تصحح لي لو كانت هذه المعلومات غير دقيقة. القدس يا مرسي، القدس لا تندس، وتكلمت عن قضية السجادة الحمراء وسيأتي حبوا ومثل هذه الأشياء التي استفزت. لا ما كان رئيس، هو ما كان رئيس. صحح لي طيب، أعطيني القصة. نعم صحح لي وأعطيني القصة. لا كان هذا قبل حوالي يمكن 15 يوم من يعني تعيين رئيس أو انتخابه كرئيس. مغرد يقول أنه سوف يفوز مرسي وسوف يأتيكم وستفرشوا له في الخليج السجاد الأحمر رقما عن أنفك وأنف أسيادك. فيعني ما يمكن حد أن يقول لي بيجيك رئيسنا رقما عن أنفك وأنف أسيادك. فكان الجواب أنه سوف يأتي إلى الخليج حبوا. يعني هذه الكلمة يعني تليق أنه يخرج من خليجي أن تقول ضيفي بيجي حبوا؟ عيال ياتي رغم انف اسيادنا. لا انا ما لا عفوا انا يعني اتكلم عن الرد. يعني يقبل انه ياتينا رغما عن انفنا؟ ما يجوز يا اخي هالكلام بعد. فانا اقرد مع شخص تعاطيت معه، يعني هذا هو رد، يعني ما كان رد على كلام فيه اهانه لحكامنا كنا في الخليج. ما قال بي على الامارات، قال على دول الخليج ورغما عن انفكم وانف اسيادكم. انت طبعا احنا بقول شيء واحد اخ عبد الله. تفضل. شوف خليني اكلمك. تفضل. الدول هذه الان اللي تعتبر نفسها كبيره اذا كانت تستصغر الخليج وتحتقر الخليجيين وتعتبرنا بدو لم نفعل شيئا، يعني يركضوا ويبقوا في اماكنهم ويعلموا تماما اننا صخره صحراويه صعبه لا ينبغي ان يعني يقف حد في طريقنا. نعم. اطلاقا. هذا يعني تحذيرا. نعم. تحذيرا من مواطن خليجي. شوف احنا حينما قال لي احدهم انتم كنتوا بدو ولا تسوون ولا حاجه لولا هذا النفط الذي اتاكم، يعني اذا بنتكلم بكلام المغردين لما كنتم شيئا يذكر. قلت يا اخي نحن لما كنا بدو كان لنا حاكما في مصر وحكمنا مصر، فلا احد يستصغر. لا لماذا لا احد يستصغر البدو.
ولا أحد يظن أن جزيرتنا هذه جزيرة متخلفة كما يظنون. عندنا إرث تاريخي قديم تماما. لنا آثار هنا في الإمارات أقدم ب 2500 سنة قبل آثار الفراعنة. نعم، أنا قبل آثار الفراعنة. نعم، طيب. مو الكلام. طيب أنا لا أريد أن أغص في التاريخ. اقرأ الشرق الأوسط. لا أريد أن أغص في التاريخ، أنا أريد أن أتكلم بالواقع. أنت طالبتهم بغلق الدعارة عندهم والقمار وأوكار المخدرات ومنتجعات التعري. يعني دبي، إذا سمحت لي معالي الفريق، السمعة التي تأخذها دبي في قضية الأمور الأخلاقية وفي قضية أماكن الدعارة والشقق المفروشة والفنادق والمومسات والخمر هي سمعة منتشرة وليست سرا أن يكشف. فكيف مدير عام أو قائد شرطة دبي يتكلم عن الدعارة وعن الخمر وعن العري؟ لما تكون أنت مثلا من مصر وتتحدث عن خمور ومراقص ودعارة، عندي يعني أنا أسألك الآن، أنت تنتقدهم هناك ونفس الوضع موجود عندك. لا أنا لم أكن أنا سباقا. ثق تماما أن كل تغريدة عندي أنا لم أكن أنا فيها البادئ إطلاقا. أنت ردة فعل دائما. لا رد على مغرد. عبد الله، أنا في تويتر لم أكن سباقا في الكلام، ولكن إذا غرد لي شخص يقول لي وهو مثلا بلده فيها يعني كل بلاوي الدنيا ويتهمني بأشياء عندي، أقول لا ولا خلص أمورك أنت. يعني مع الأسف الشديد أنا بقول لك شيء واحد، أنا لا أنكر بأن ما في مشاكل موجودة في أي بلد، في كل حلة علة. أنا أكد لك أن الأماكن التي لا تظن أن فيها. لا، أنا أتكلم بشكل يعني سؤالي، هل تقننون أنتم مثلا أو يعني هل تسمحون أو تقننون أو بعض المغردين كانوا يغردون أن أنتم عاملين قانون مقننات. إيه؟ هذا كلام فاضي طبعا. أنتم لا تضعون قانون للدعارة في دبي؟ عبد الله، تعال شوف أولا كم نلقي القبض وكم نرحل والمداهمات اللي نعملها والجهد الذي نبذله نحن في مكافحة أمور مثل هذه. يعني أنتم تحاولون الآن تكافحون موضوع الدعارة وموضوع الخمور مش من الآن عبد الله، هذا من تأسست الشرطة. لكن هل تستطيع أن تمنع جريمة الزنا في المملكة؟ مستحيل عبد الله، مستحيل إطلاقا. ما يمكن إنسان يعني يوقف فساد أخلاقيات ناس ويكون المجتمع كله ملائكة بشر. مع الأسف الشديد، هل هي تصرفات فردية ولا ظاهرة عامة قضية الدعارة والخمور في دبي؟ هل هي تصرفات فردية ولا ظاهرة عامة في دبي اللي هي الدعارة والخمور؟ لا عبد الله، أنا أتكلم فنادق موجودة، وهذه يعني مع الأسف احنا يعني بلوى عامة. لكن ممارسة الدعارة نعم يعني ليست مباحة ولا متروكة ولا يعني غير ملاحقة. ونحن يعني ما استطعنا. بقول لك شو، هل نعمل ما استطعنا من جهد في الملاحقة؟ أنا أقول لك نحاول نعمل قدر الاستطاعة. نعم، أنت المغردين ورانا يعني حتى في هذا البرنامج تلاحقنا هذه التغريدات. أريد أن أستعرض معك بعضا فيما بقي من الوقت من هذه التغريدات. نشوف التغريدة الأولى مع بعض ونأخذها على الشكل السريع. الأخ أبو شمس يقول كذلك: هل للاعتقالات الأخيرة للمشايخ في الإمارات علاقة بتعصب المضاد للإخوان وكراهيته الشديدة لهم؟ يعني قضية موضوع المعتقلين في الإمارات، وممكن تصحح لي أكثر من 40. هذا المغرد يقول مشايخ. أنا أقول مثل ما هو. أنا أعرف بعضهم ماسكين في تورط في دعارة. بعض المعتقلين اللي عندك السياسيين يعني مو كل يا أخي من ربان لحية قال أنا شيخ، ولا بكل من ادعى انتماء إسلامي قال أنا يعني أنه إسلامي. التقوى ها هنا طال عمرك. هذه التقوى. أنا لا أريد قضية الأخلاقيات، أنا أتكلم في قضية، يعني قضية المعتقلين في الإمارات ملف يتكلم فيه في الخليج، لا يتكلم فيه في السعودية، يتكلم فيه في الكويت. لا يعني أتى إلقاء القبض عليهم. أي. منهم هم؟ نعم، منهم هؤلاء المقبوض عليهم؟ وش التهمة اللي قبض عليهم ال40 هذولي؟ منهم؟ أي يعني وش التهمة التي وجهت لهؤلاء ال40؟ ما هي الجريمة التي ارتكبوها واللي سحبتوا جنسية سبعة منهم؟ أولا طال عمرك شوف، يعني في إثارة للفتنة على سبيل المثال أن أنا بعطيك عبارة مثلا
أن يعني كان نظام زين العابدين يعمل كيت وكيت وكيت وكيت. نعم. وانهار نظام زين العابدين، وظل هذا إيش الأمر باق عندنا في الإمارات. وين عندنا هذا الأمر في الإمارات؟ يعني بالله عليك، بالله عليك، حطيت الآن زين العابدين مع خليفة بن زايد. يا أخي اتق الله سبحانه وتعالى. لكن سحب، يعني هل تستوجب القضايا اللي عليهم انه تسحب الجنسيات منهم؟ بل الكلام على انه انتم حتى المحامين ما خليتوهم يعني يتواصلوا معهم. لا لا لا. بل وصل الحد الى اعتقال محامين. لا لا لا. زي الدكتور محمد الركن. نعم، محمد الركن محاميهم اعتقل. مش محامي، هذا عضو من اعضاء التنظيم. بس مش هو محامي لهم باسمهم ابدا، ولا محامي لهم ولا شيء. واحد منهم هذا، يعني هذول تنظيم الاخوان المسلمين. يعني هذه التهمه اللي دخلوا فيها السجن ممكن تسحب الجنسيات لا منهم؟ تنظيم اخوان المسلمين بكلام. هي الجريمه هذه انتماء لتنظيم الاخوان المسلمين، تنظيم وتآمر ويعني تأليب المنظمات الدوليه على الامارات والاتصال بها، ومكلفين يلعبون ادوار، ياتون باشخاص وتقارير واعطاء صوره يعني عن الامارات قبيحه. كل ما يشوه. شوفها الان، انا بقول لك الهم الاكبر للاخوان الخليجيين انهم يصورون حكام الامارات بانهم طغاة، وانهم غير عادلين، وانهم كذا، ويستعينون بالكافر عليك وعلى الحاكم وعلى المواطن من اجل ان لكن هم يخضعون الان لمحاكمات عادله في القانون الاماراتي. والله شو اقول لك يا عبد الله، اذا كان احنا ظلمه شيء ثاني، واذا كان اللي يصدر المذكره يعني نائب عام اقسم امام الحاكم ان يكون عادل، شو نسوي؟ سحب يعني الجنسيات مثلا، سحب الجنسيات قبل ان تصدر احكام. لا سحب الجنسيات، شوف سحب الجنسيات هم اعترضوا عليه وقدموا اعتراض على هذا، وعندهم قضيه في المحكمه. نعم. شايف كيف؟ ولكن الجنسيه تمنح وتسحب. هل المحكمة تحكم عليهم بالسحب؟ أنا الآن يعني توافق هذا؟ القضية موجودة في المحكمة. لا لكن هو القرار السحب مش قرار محكمة، هو قرار سياسي. هو قرار حاكم. قرار حاكم. هم اعترضوا على القرار هذا وراحت المحكمة. وفي المحكمة الدستورية طيب. يعني أريد أن أخذ يعني لو عندنا ظلم بيسمحون لهم يقدمون يعني اعتراض على الحكم؟ يقول من الأساس لا تقدم دعوة. طيب أريد أن أستعرض معك تغريدة أخرى. شوف التغريدة الثانية. عبد الرحمن القصار يقول: ألا يعلم بأن القمع للأفكار يزيد من انتشارها؟ ألا يمكن أن ترعى الدولة إصلاح تشريعي نحو مزيد من الديمقراطية بدل هذا التضييق؟ كيف تعلق مع الفريق؟ هي مو بقمع الأفكار. هي شوف، الأفكار يعني شيء، ويعني أن يعني تمارس وترتكب الأفعال التي فيها إثارة للفتنة شيء آخر. يا جماعة الخير، أفعال الجريمة، عناصر الجريمة إذا اكتملت انتهى الأمر. فهل أركان الجريمة متوافرة في إثارة الفتنة؟ أنا أقول لك صراحة متوافرة. ثق تماما أن بس لو قدموا في إثارة الفتنة لانطبقت عليهم من حيث أركان الجريمة. طيب أنت أذكر أنا أنه أنت قديما كان خطابك هو مع الحريات، مع انتخاب مجلس وطني، يمكن تصحح لي، اللي هو البرلمان الإماراتي. هل ما زال هذا الكلام ما زلت تتمسك به بعد الربيع العربي ومزيد من الحريات؟ لا أنا يعني أنا قضية انتخاب وبانتخاب هذه ما تهمني بقدر ما يهمني يعني ما الذي يطرح في هذه المجالس اليوم. يعني أنا رأيي أن مجلسنا الوطني يحتاج إلى تطوير يعني أداء داخلي. هذا يتمثل في ماذا؟ نحن أخ عبد الله عندنا الحكومة كلفت كل وزير أن يضع رؤية ورسالة وقيم وأهداف لوزارته، وكل عام تأتي لجان محكمين يحكمون الأداء. هل مؤشرات أدائك صحيحة، سائرة في الاتجاه الصحيح أو لا؟
طيب أنا ليش يعني أعمل مع الوزير خصومات ليس لها ضرورة كما يحدث مثلا في بعض البرلمانات زي الخليجية؟ برلمان الكويت يعني. أنا أجي وأقول يا معالي الوزير أنت حققت هاي النتيجة، وهاي النتيجة إيش أقل عما وعدت فيه. أدائك مثلا يعني أنت ضد انتخاب مجلس وطني إماراتي؟ لا انتخاب، احنا عندنا انتخاب الآن قائم، الانتخاب موجود. يعني انتخب الآن الأعضاء ويروحون، لكن من اللي انتخبوا؟ طالع يعني كل يعني المجالس القديمة التي كانت بالتعيين، والله يا عبد الله مو كلامي أنا، إنه أحسن من كانوا يقولون انها افضل، لان كانت يعني ينتقى شخصيات معينه لها مكان. تعرف شو يا بالانتخابات؟ جماعه على 25 سنه و24 سنه ما عندهم تجربه في الحياه، لا يعرف قانون ولا يعرف مناقشه. أنت مع التعيين أنه أفضل نتائج من الانتخاب؟ ليس بالضروره، ليس بالضرورة. ليس بالضروره، لكن مع الاسف الشديد نحن يعني احيانا نمارس الانتخاب بطريقه يمكن فيها واحد عنده إمكانية يعني ينتخب بشكل نعم أكثر من غيره. تغريدة أخرى أريد أن أستعرضها معك معالي الفريق. خلينا نشوف التغريدة الثالثة. هذه التغريدة نعم الأخ علي السند يقول: تحدث ضاحي خلفان عن تآمر من الإخوان المسلمين في الكويت على النظام، هل قام بتوصيل معلوماته إلى أمن الدولة الكويتي في تعاون بينك وبين لا. هذه ثارت في الصحافة وطلعت بيان صحيفة الوطن الكويتية. نشرت. شوف أختلف مع الأخوان مدراء أمن الدولة في الخليج في الاستراتيجية. كيف؟ هم يريدون الأشياء تمرر من تحت لتحت وما حد يدري فيها. إيه. وأنا أقول أن الأخوان يجب أن يواجهوا مواجهة صريحة وجها لوجه، ويعني على المكشوف للناس. لأن ال 30 سنة اللي مرت هذه أجهزة الأمن كلها تتعامل وياهم إيش؟ بسري مري. كبروا وانتفخوا وكبرت يعني قاعدتهم وانتشروا بشكل فظيع، لأن الناس ما تعرف من هم وما هي الأمور التي إيش يسعون لها. لكن هل هناك إجماع من المسؤولين الأمنيين في الخليج على مكافحة الإخوان وأنهم خطر مشترك بالنسبة لكم كلكم؟ لا يعني يمكن مدراء الأمن الخليجيين يمكن يختلفون وياي. يعني أنتم لستوا استراتيجية في هذه الاستراتيجية ما اتفقتوا أيضا؟ أنا لست معهم في الاستراتيجية اللي هم العلن والهذه أنا اتضحت لي، لكن قضية أنه الإخوان هم الخطر مهدد لأمن الخليج، كلكم تتفقون في الأمن الخليج على هذه القضية؟ يمكن في دولتين، لا ثلاث دول خليجية لا. صف كم بقى؟ هو كم بقى يعني؟ مين الدول؟ يعني بقى ثلاث. مين الدول؟ إيه؟ مين الدول؟ الكويت، قطر؟ لا يعني أنا مثلا البحرين؟ لا يعني ما بسمي دول حتى ما نحرج البعض، لكن في بعض الدول الخليجية مع الإخوان المسلمين مو مقتنع بهذا. وأنا أقول لهم يعني غلطانين. احنا كما نرى الآن تحركهم على المستوى يعني الخليجي لا يسير بالاتجاه الذي يخدم أمن المنطقة. التيار الجامي أو ما يسمى بالتيار الجامي الذي هو مع الحكومات لو أخذ شكل من أشكال التنظيم، هل هو مرحب به في الإمارات مثلا؟ اللي هو الجامية والسلفية المحافظة لو أخذت شكل من أشكال التنظيم هل تجرم في الإمارات؟ لا نحن شوف، أولا احنا يعني مسألة تنظيمات هذه ما سلم عليها، ما نقبلها. يعني حتى لو كان جامي سلفي ما تبي؟ بشكل منفرد برأيي. يعني بشكل لا يعني لو جو تنظيم معكم هم في الاستراتيجية بيسوون تنظيم للدفاع عن حقوق ولي الأمر وولي الصف مع لا هم يعني الناس. الآن اللي يعني شو مشكلة أنت ما تشوف الآن يكتبون في تويتر أن هذا الشيخ جامي اللي يكتبون نعم يعني محسوب على الحكومة إلا حتى لو كان شيخ وناصح أني إذا كان مثلا يعني يامر بطاعة ولاة الأمر يعتبر هذا عندهم فاسد وغير صالح. المشكلة أنا قصدي لو تجمعوا مجموعة مشايخ وصاروا تنظيم يدافعون عن الحكومة ما يخالوا، لكن هم الآن الواقع أن هذا الشيخ الذي يكون مع الحاكم جامي. أنتم تسموني جامي، أنا ما أعرف إيش قصده، بس قالوا أن ظاهر أن هذا جامي مدخلي يعني يمشي مع الحكومة. نعم. معناته أن اللي يمشي مع الحكومة
يكفرون فيه، وهذا إنسان لازم إيش؟ أنا سؤالي يا معالي الفريق، تنظيم في صالح الحكومة مسموح فيه في الإمارات؟ يعني تنظيمات لا، لكن أنت تأتي يعني بشكل، شوف أنا بقول شيء واحد، هل تعلم أنني أنا ضاحي خلفان موظف الحكومة، أنا مو مع الحكومة في كل شيء، في اختلافات بينهم مع الحكومة في اللي يعني يخدم الشعب. سؤالي الأخير بقول شيء واحد، لكن إذا كان مثلا شيء ما يخدم أبدي اعتراضي عليه، أقول هذا لا ما ينفعنا، هذا هب لصالحنا. طيب إذا بقول شيء واحد، يعني لا حد يظن عبد الله أن نحن جنود نأتمر بأمر الشيوخ، يعني ممكن تخالفون وممكن تقولون لا نبدي رأينا ونقول هذا غلط وهذا صح، ولا يعني ولا يعترض ايش علينا. نحن النظام اللي عندنا ما يمنعنا عبد الله ان نحن نبدي وجهة نظرنا في ان هذا الذي يمارس هنا غلط وان هذا صحيح، لكن في النهاية يعني انت ما تعمل لك شوف، اذا استاءت الناس من امر معين ووصل امر هذا الموضوع الى الحاكم، نعم الحاكم ايش؟ عرف ان هذا. انا اريد ان اختم بهذا السؤال، متى يتقاعد ضاحي خلفان؟ لما يخرس الاخوان، لان الاخوان الان كلما شنوا هجمه على ضاحي وارادوا ان يقولون ايش؟ اقاله، فثق تماما ان هذا سيثبتني اكثر في الحكومه. في مؤتمر امن البحرين انت تكلمت عن نعم. هم مجنن، اذا يبغون ضاحي يقاعد يسكتون، ويمكن ضاحي يروح يتقاعد. لكن كلما ضربوا على وتيره ان شيلوا ضاحي مريض ضاحي تتمسك اكثر. تبي تتمسك اكثر. طيب انا سؤالي، انا الله يشهد، انا لست ممن يعني يعضون على المناصب ايش بالنواجذ. انا اريد يعني ان اختم بهذا بقول لك شيء واحد لو سمحت لي، يمكن الوقت انتهى معي. انت تكلمت في مؤتمر امن البحرين عن سن الحاكم، انه المفترض يكون سن الحاكم في الخليج له نعم سن معين. نعم. توضح لي هذا الكلام. يعني انا قلت ان اولا فكره حاكم مدى الحياه صعبه. ليش؟ طيب النظام الشيوخ عندنا في لا خلينا نتكلم يعني لا، نحن نتمنى ان مثلا الحاكم لما يصل الى عمر محدد يكون هناك، انا شو قصدي من الامر كله، نظامنا الخليجي الملكي والشيوخي والاميري والسلطاني والله نظام جميل، علينا بس ان نعمل ليش؟ تهذيب، يعني تنظيم ونوثقه ونعمله بحيث ان مثلا في عمر معين حينما يصل الحاكم الى عمر معين. عمر مثلا كم؟ عمر كم مثلا؟ يعتمد على الصحة ايضا. شايف كيف؟ لكن انا في اعتقادي يعني اذا وصل ال70 يكون ايش؟ يكون خلاص يعني تكون هي نهاية حكمه، يعني يحيل نفسه على التقاعد ويتولى المسؤولية من هو ايش؟ من الشباب اللي الأحق. نعم. شكرا لك فريق ضاحي خلفان. الشكر موصول لكم أنتم، وانقلوا عن الفريق ضاحي خلفان أنه يقسم بالله أنه بريء من دم المبحوح. السلام عليكم.